السلام عليكم. بعد الصلاة على سيدنا محمد، النهارده هكلمك عن متلازمة البطة أو الداك سيندروم. أكيد قابلت في حياتك شخص ناجح جدا، مبتسم، بشوش، وصل لمكانة رهيبة جدا، وفي لحظة تكتشف إن الإنسان ده بيخوض حرب جواه صراعات رهيبة، جواه تطبيق لمقولة أنا أخوض حرب أنت لا تدري عنها شيء. لو أنت فاهم إن ده شيء نادر ده المونتير بتاعنا، لا ده مش شيء نادر، دي متلازمة البطة أو الداك سيندروم. التسمية دي جت من شكل البطة اللي هي فوق المية دي، هتلاقيها مبتسمة وبشوشة وجميلة كده، مخلوق كيوت ولطيف، وباين قدامك ان هي مستقنيسة على الاخر ومستمتعة، لكن في الحقيقة ان البطة دي تحت المية رجليها بتعوم بسرعة جنونية عشان تفضل تطفو على سطح المية قدامك. هو ده بالظبط تعريف اللي احنا قلناه من شوية. انسان قدامك ناجح، مبتسم، بشوش، وصل لمكانة رهيبة، وانت فاهم ان هو حياته رايقة والدنيا تمام، وهو زي ما هو مبتسم كده وراء الكواليس فيه برضه ابتسامة، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة ان هو فيه صراعات وخناقات ومشاكل ونار جواه زي ما قلنا من شوية. هي دي متلازمة البطة. ايه اسباب انتشار المتلازمة دي؟ اول حاجة الضغط المجتمعي. كل واحد فينا عايز يبان قوي ومتكامل ومثالي وما فيهوش غلطة ويوصل لأعلى المناصب ويبقى فيه الحاجات اللي مش موجودة في اي حد تاني. السوشيال ميديا، الناس دايما بتنشر لحظات النجاح، المجتمع دايما بيركز على الناس الناجحة، بيعمل فوكس عليهم، محدش بيجيب حد فاشل، محدش على السوشيال ميديا بينشر فشله الا المجانين يعني. فانت بتحس ان انت فاشل وبتحس ان انت لوحدك ما عملتش حاجه، كله عمال ينشر نجاحاته، فانت بتحس انك ما عملتش حاجه. لكن لو حد فيهم نشر القصه الكامله، نشر مع النجاحات دي هو اتعذب ازاي والضغط اللي عاش فيه وكل الحاجات دي، هتلاقي العمليه متكافئه وتحس ان انت لو مشيت في نفس الطريق ده هتعمل زيه. لكن انا لما بنشر النجاح بس بدون الكوست او التكلفه بتاعته، انت بتحس ان انت فاشل لانك مش عارف تعمل زيه. احيانا موضوع التربيه، كتير جدا مننا اتربوا اننا نخبي الضعف، ما ينفعش نبان ان احنا ضعاف، ما ينفعش نبان ان احنا تعبانين، مع ان اصلا احنا بشر ودي من صفات البشر. مش عيب ان انا اكون ضعيف لحد ما اتعلم ابقى قوي، ومش عيب ان انا اكون تعبان او مجهد، مفيش مشكله. كل ده بيخلي الناس تحاول تثبت ان هي زي الفل وتمام وبرفكت، لكن في الحقيقه هم بيتاكلوا من جواهم بسبب كل الحاجات دي. تعال اديلك امثله من الواقع. في شباب كتير جدا في الجامعه بينهاروا نفسيا، بيبقوا تعبانين نفسيا جدا، وتلاقي الشعر الابيض طلع لهم في سن صغير بس بيبقى جايب تقديرات عاليه جدا. ده تطبيق لمتلازمه البطن. ناس كتير مشهورين بتلاقي عندهم اكتئاب رغم انهم اغنياء جدا ووصلوا لمكانه رهيبه جدا. عمرك ما سمعت عن واحد ممثل مشهور جدا وعنده مليارات مش ملايين وانتحر؟ كتير جدا من الناس اول ما تشوفك على طول تضحك في وشك ويهزروا ويبتسموا ويبقوا ناس تانية، مجرد ما يخش الاوضه مع نفسه ويفضل يعيط. ليه المتلازمه دي خطيره؟ لازم تعرف الاسباب. المتلازمه دي بتاكل فيك بهدوء شديد، بتاكل فيك كل يوم، بيتاكل منك حته. كل تطبيق للمتلازمه دي بياكل منك حته. بتحس ان انت وحيد مع نفسك في العالم، مفيش حد جنبك. بتتعلم دايما تكبت مشاعرك، بتكتم كل حاجه بتحس بيها بتكتمها. معي متلازمه البطه، لازم اوري للناس ان انا جامد بس من جوايا كل حاجه جوايا، احرق في نفسي من جوه، الناس ما تشوفش ده. الناس لازم تشوفني مبتسم وسعيد وواصل ومفيش مني وكامل ومثالي وكل الكلام ده. اخطر حاجه في الموضوع بقى انك تتسيستم على كده وتكمل حياتك بالمتلازمه دي وتقول انا خلاص انا هبقى كده، وتتعود فيهم تقول انا اصلا كده خلاص، مفيش تغيير يعني. اهم حاجه بقى في الموضوع، اهم حاجه في عرض اي مشكله هو الحل. حل المتلازمه دي او حل ان انا ابعد عن الموضوع ده ايه؟ خفف على نفسك. مش لازم تكون كامل على فكره، ابعد عن البرفكشنزم ووهم الكمال او الوهم المثاليه. مش لازم تكون كامل، مش لازم انجح زي اللي نجحوا جنبي، معلش انا عندي ظروف مختلفه، اعيش حياتي بدون ما احارب ولا اضغط على نفسي ولا اتكبت نفسيا عشان ابقى ناجح زيه وانشر نفس اللي هو نشره على السوشيال ميديا مثلا. اتكلم مع الناس، الحاجات اللي البطه بتعملها تحت الميه اتكلم عنها مع صاحبك، مع نفسك، مع دكتور، مع حد من العيله، المهم تتكلم عنها. جمله تكتب بماء الذهب، عايز اشيرها في بوست، عايز دايما اكتبها لكل الناس. خليك واقعي، اللي انت بتشوفها دي مش دايما الحقيقه. في كتير جدا لما اصحابي بيكلموني بقول لهم على مثل امريكي كنت بسمعه زمان اسمه ايه؟ صدق نصف ما ترى ولا شيء مما تسمع. نصف ما ترى، انا شايف بعيني اهو بس صدق نصه. في خداع كتير بيحصل، في ألاعيب كده زي السحرة والناس اللي هم بيلعبوا بالكروت. مش كل حاجه بتشوفها حقيقيه، خليك واقعي. على فكره تقدر تنجح من غير ما تحرق في نفسك عشان الناس تقول لك برافو، لا حاول تنجح بس من غير ما تحرق نفسك، لان وانت بتنجح وانت محروق انت كده شلت جزء كبير جدا من النجاح. ممكن تنجح من غير الكوست او التكلفه تكون عاليه جدا على حسابك، انجح بس ما تموتش نفسك. على فكره مش ضعف انك تتكلم، دي شجاعه والله. اوقات كتير جدا الكلام ده بيكون شجاعه مش ضعف. يا رب يا جماعه الفيديو يكون عجبكم وتكون ما عندكش المتلازمه دي زي ما انا بشوفها عند ناس كتير، وتحاول ان انت تنجح من غير ما تيجي على نفسك. يلا بينا على فقره الايتمز. النهارده
فقره الميداليات. الميداليات دي كلها ميداليات جايه لي في كيس واحد. قلت لكم قبل كده ان انا مجنون ميداليات. لو انت اول مره تشوف الفيديو ده فانا بقول لك ان انا بجمع ميداليات حتى لو مش هحطها في المفاتيح. الميداليات دي فيها ميزه حلوه عجبتني واكتشفتها مؤخرا، ان انت ممكن توصلهم ببعض. يعني ممكن الميداليات دي تعمل منها شكل في الاخر توصلهم ببعض، وانا مش عارف الشكل هيكون ايه صراحه، لكنها عجباني جدا جدا. هي كلها حاجات ليها علاقه بالعربيه. يعني ده مثلا الدركسيون بتاع العربيه، في حاجات كده اللي هو مش عارف ده ايه، السيرفانتينا في التيتينا. لسه عارف النهارده ان السيرفانتينا دي كلمه حقيقه، كنت فاكرهم بيروشوا، طلعت الثلاجه بتاعت التكييف تقريبا. دي الميداليات جميله جدا. طب احط لك اللينك بتاع المنتجات دي كلها والميداليات دي كلها مع بعض. كلها عامله مثلا بتاع دينار تقريبا او حاجه، او دينارين، يعني تقريبا 250 جنيه مصري حاجه زي كده. يعني موعد مع السعاده. بصوا يا جماعه، انا عشان انا جيمر انا عندي عشق للسيوف. دي ميداليات سيوف. بص السيف، بص السيف طلع من البتاع. عايز اوريك شكل واحد من السيوف عامل ازاي. ادي السيف، الكواليتي بتاعته حلوه لطيف. يعني نصيحه دايما بقولها، عشان انت ممكن تكون شفت الفيديو ده او بتشوف الفيديو ده ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت. الحاجات دي للاسف على الاكس راي بتطلع حجمها كبير وبيفتكروا ان انت معاك سيف حقيقي. يعني هي سيوف لطيفه مش وحشه، مش كلها جوده. خلي بالك ان كل سيف ليه اللي هو الكفر اللي بيسموه ايه، الكفر بتاعه اهو. شايفين؟ ثانيه واحده بس اهو، اللي هو الشنطه ولا البوكس ولا الكفر مش عارف يسموه ايه. شويه ميداليات جميله. اكتر واحده عجبتني في الشكل وفي اللون، اللي هو اللون الازرق، اللي هو اللون اللي خاص بالمسات ده، جميل قوي. والكفر بتاعه الصراحه تحفه اهو. السيف نفسه عامل زي الحقنه كده بس لذيذ يعني. يا رب المنتجات تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم.